تحدث عن نفسها يقول فيه: نحن نجتاز موقفا تعصر الآراء فيه وعصرة الرأي ترهب يعني. فبالفعل نحن نجتاز موقفا تعصر الآراء فيه وعصرة الرأي ترهب. باختصار واختزال كل الكلمات، نحن نحتاج في هذه الآونة إلى استعادة روح ثورة الثاني في 20 يناير، استعادة الوعي بأهدافها الحقيقية، أهداف اجتماعية واشتراكية وديمقراطية وحرية رأي. كل هذه الأهداف البناءة يجب أن نتوحد حولها ولا نتشتت. الهدف هو مصر، الهدف هو إعادة مصر جديدة مثل ثورات جديدة، ولكن بما أننا اليوم معنيين بالثورة المعلوماتية أو الإلكترونية، وهذا المؤتمر هو إطار صحي بالفعل لكي لا نتقدم إلى الأمام، فلا بد من أن يتضافر العلم بالثورة، العلم بالفكر الجديد. وأنا أعتقد أن النقابة المصرية للإعلام الإلكتروني بالفعل أزاحت الستار عن دور مهم جدا هذه الأوقات، دور الشبكات العنكبوتية ودور المواقع الإلكترونية التي كانت سببا في ثورة 25 يناير أو إحدى السبل إليها. إذا حول هذه الأمور سنتصل إن شاء الله، نتصل ونحترف، لأن الهدف في النهاية هو أن نصل من هذا المكان إنسانا واحدا يسعى إلى مصلحة مصر ولبناء غد مشرق لمصر لأبنائنا، لأن بناء هذا اليوم هو بناء الغد لأبنائنا القادمين من بعدنا. الكلمات تطول وتطول، ولكن نستغلها حرصا على وقتكم. وأقدم الآن السيد الأمين العام للنقابة المصرية للإعلام